بودي أولا أتوجه إلى ساكنة تيكزيرت ببلديتها الكل بتهانية الخالصة بمناسبة عيد يناير. دونك قسم كازا تو الموند إن شاء الله بالصحة والهنا. الزيارة هذه تندرج في إطار الخرجات الميدانية لتفقد واقع التنمية على مستوى بلديات الولاية، واليوم المحطة تاعنا كانت في بلديات تيكزيرت. الشيء اللي سجلناه أولا أهمية المنطقة كقطب سياحي بامتياز، وبالتالي لابد أن يحظى بعناية خاصة لأنها إحدى روافد الموارد المالية بالنسبة للبلديات هذه. كانت فيها المرافق الشوفانية وكذلك السكن الاجتماعي التجاري، وكانت لنا كذلك فرصة أننا وقفنا على بعض المؤسسات السياحية اللي راها في طور الإنجاز وما فيها من عراقيل. والشيء اللي خلانا كذلك أننا نمسه ونلتمس الواقع هذه العراقيل، ويكون فيه في هذا السياق عمل استرجاع هذا الأمور اللي تعيق المستثمرين. الشيء الملاحظ كذلك في هذه الزيارة أن الاستثمار على مستوى تيكزيرت فيه عمل اللي للأسف الشديد يتطلب أن البنية التحتية للطاقة يكون فيه جهد جديد ويكون فيه دفع قوي. رانا كنا مع بعض شفنا البوست اللي مازال متأخر كثير، اللي راح يكون الاستلام تاعو حسب التقديرات الأولى هي جويلية 2023 للأسف. الشيء اللي راح يعطل بطبيعة الحال كل ما هو استثمار في المنطقة، على أساسها التوسعة للملبنة تيفالي اللي هي تعتبر مشروع هام جدا، بحكم أنه راح يوفر أكثر من 500 منصب عمل. المشكل الثاني كذلك اللي يعيق السير الحسن للعمل التنموي على مستوى تيكزيرت وهو مشكل المياه. ورانا وقفنا أن لاشان دي فلونور بما فيه القنوات ومحطات الضخ والخزانات كلها منتهية إلى حدود أكثر من 95%. الشيء اللي راح يخلي قضية أو طلب محطة تحليل مياه البحر أمر مستعجل جدا. الشيء هذا اللي راح يغطي الطلب والاحتياج الموجود على مستوى المنطقة للساكنة، وكذلك راح يكون دعم الواجهة اللي هي في قدراتها الإنتاجية بسبب ندرة المياه. السكن على ورشات اللي تعرف تعطل كبير اللي خلى بطبيعة الحال في قرارات الفسخ وإعادة بعض هذه الورشات. كاين مؤسستين شبانيتين اللي هي روبرجيشن، هي كذلك عمليات اللي عرفت تأخر، ولكن حددنا الأجال بيكون الاستلام إن شاء الله في 5 جويلية لهذه السنة. آخر محطة ورانا فيها وهي العينة الطيبة، العينة اللي تأكد مرة أخرى أن كل شيء ممكن من حيث الحفاظ على البيئة والحفاظ على النظافة والعيش كذلك في رغد، وهو اللي سجلنا على مستوى قرية أزرا اللي بتلاحم مواطنيها قدروا يتحدوا هذيك العراقيل اللي اليوم في كثير من القرى موجودة. ونتمنى إن شاء الله أن العبرة من أزرا للانطلاق عبر القرى، باقي القرى تاع الولاية بنفس الجد وبنفس المفاضلة، وراح نكون نتصالح نرافقوا كل هذا العمل.